السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد ونادي. النهاردة هنتكلم عن حاجة أنا وهي اختلفنا فيها، فعشان كده قلنا ناخد رأيكم في الموضوع دوت. الموضوع عبارة عن موضوع الكلاكس. بالنسبة للكلاكس. احنا بنتكلم عن أنا أول مرة أسوق في حياتي كان برا مصر، واتعلمت إن ممنوع إن أنا أضرب كلاكس لحد. ليه؟ لان انا ببقى راكب قاعد مستريح، واللي قدامي دوت بيبقى مثلا ماشي على رجله في الحر او في الشتاء. المفروض انا اللي اقفله وانا اللي هديله، انما لما جيت مصر هنا ببص لقيت الوضع مختلف تماما. لقيت ان اي حد ماشي ممنوع ان انت تعدي من قدامه، يديلك كلاكس، يقعد يديلك كلاكس. لو انت حاولت تعدي لازم هو اللي يعدي الاول وبعد كده انت اللي تعدي. بالنسبة لسواقين التاكس بيبقى ماشي في الشارع بيقعد يضرب للناس كلاكسات وهي واقفة او وهي ماشية، على اساس ان هم بيفكرهم اذا كانوا هيركبوا تاكس ولا لا. فانا من رأيي انا ان اللي عايز يركب تاكس بيكون هو اللي بيقف وبيستنى التاكسي وبيشاور له زي ما اتعلمنا وزي ما اللي احنا نعرفه. لكن ان السواق يفكر او يسأله بالكلاكس انت هتركب ولا لا، ده الموضوع جديد عليا. بالنسبة لنادية لقيت ليها رأي تاني، نسمع رأيها كده. أنا بقى رأيي، مع كامل احترامي وتقديري لكلامه، أولا مصر أم الدنيا، ماشي، وأحلى بلد في الدنيا بالنسبة لي. مهما كان بره، شوارع بره غير شوارعنا، نظام بره غير نظامنا. فأنا قصدي إن الكلاكس هنا بيبقى له فوايد، على عكس ما هو ما بيقول، مع كامل احترامي وتقديري لكلامه. بس ساعات الكلاكس بيبقى مفيد لست كبيرة طالعة من بيتها مش شايفة كويس، فبتقول مش تزمر يا ابني، طب مش تدي كلاكس، انا مش شايفاك اصلا. دي نقطة. النقطة التانية، انتوا عارفين اطفالنا ما شاء الله ربنا يبارك، هادين قد ايه. مفيش شقاوة طبعا، مفيش عيل بيطلع يجري كده من بيتهم على الشارع على طول. مش عايزين نقول الكلام ده. تمام. بس هو ده الواقع اللي موجود، ان الطفل بيطلع من باب البيت يجري على الشارع، بس لو سمع صوت كلاكس او صوت عربية بتزمر بيخاف وبيقف مكانه. فبنتفادى طبعا، وكل شيء بامر الله. بنتفادى مثلا ان حادثه تحصل، او بنتفادى ان عيل ممكن يتخبط. هي دي الفكره. حاجه تانية، في واحده او واحد او اي حاجه بيبقوا طالعين من بيتهم على اساس هياخدوا المشوار مشي، بس بيحصل في نص السكه ظهره وجعه، رجليه اتجزعت، ست مش قادره تشيل الشيله اللي معاها. بعد ما كانت مقرره انها هتمشي مشي، بترجع تاني في كلامها وتقول هركب مواصله. ده بناء على كلامه. انا قصدي اقول ان مش شرط كل اللي طالع من بيته يبقى محدد ان هو هيركب مواصله، ممكن يبقى طالع مش ناوي انه يركب، بس يجي في نص السكه يتعب، يحصل اي حاجه، الشيله تقيله معاه، مش قادر يمشي، مش قادر يشيل، فبيضطر انه يركب مواصله. طيب فالكلاكس بيسهل له. انا قصدي كلامي الكلاكس دلوقتي. بيسهل له، ماشي، عشان هو معترض على موضوع الكلاكس. بيسهل له الايه، ان في حاجه جايه وراه فبيوقفها بسهوله. فدي الفكره بس. انا قصدي كلامي دلوقتي، لو هي مثلا زي ما هي بتقول ان حد تعب او كده، هو المفروض بيقف، ما بيستناش ان مثلا صاحب التاكسي ان هو او السواق ان هو يضرب له كلاكس عشان خاطر يركب معاه. هو تعب خلاص بيقف بيشاور لتاكسي. بس ساعات صوت الكلاكس بينبه اللي ماشي، يعرف يعدي الطريق. اه لا، ده في عربيه جايه ورايا، في توك توك جاي ورايا. انا عارفه ان الكلاكس ازعاج، انا ما بقولش انه مش ازعاج، بس بقول ساعات بيبقى تنبيه لناس مش مركزه بس. في نقطة تانية، ان انا شفت واحد ماشي في الشارع قدامه حوالي 2 كيلو مفيش شخص قدامه، الشارع قدامه فاضي خالص، وماشي برضو كلاكس كلاكس ورا بعض ورا بعض ورا بعض كده. فانا عايز افهم اللي بيضرب كلاكس ده بيضرب كلاكس ليه؟ واحد تاني بيلحن مع اغنية مشغلها، ابص الاقيه بيلحن بالكلاكس. طبعا احنا مش في زفة، احنا بنتكلم دلوقتي على الوقت العادي. قابلني برضو حد لسه لغاية امبارح قابلني الموضوع دوت. واحد راكب جنبي وقدامنا طابور طويل عريض من العربيات، يعني برضو حوالي 2 كيلو. وعمال هو يضرب كلاكس. انا عايز اقول له بس انت دلوقتي بتضرب كلاكس، هل انت مفكر ان اللي ماشيين قدامك دول او اللي ماشيين بالراحه دولت او اللي واقفين قدامك في الطابور دولت، هل هم نازلين من بيوتهم
عشان يقفوا في الطابور كده، او مثلا مش مستعجلين ولا حاجه، ولا هم نازلين يتفسحوا يقفوا قدامك لا هم بس كمان. ثانية واحدة، ثانية واحدة معلش. هو اللي بيضرب كلاكس في سكة واقفة، بيضرب كلاكس عشان اللي قدامه يضرب كلاكس اللي قدامه، عشان في دماغه كده ان هو بيسهل السكة. يعني يلا عشان في حالة وراك عايزة تمشي، يلا مش عارف ايه، فيقوم اللي قدامه يزهق واللي قدامه يزهق، انهم يضربوا كلاكسات لبعض عشان اللي قدام يطلع على طول. يا جماعة دلوقتي الناس اللي نازلة ديت هي أصلا وراها مصالح وعايزين يمشوا هما كمان، مش مستنيين إن آخر واحد يضرب كلاكس عشان خاطر اللي قدامه يمشي. فأنا قصدي دلوقتي إن أنا لما أضرب كلاكس وغيري 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 وكل العربيات اللي واقفة في الطابور دي تضرب كلاكس، إحنا دلوقتي هنعمل يعني تلوث في البيئة. الناس ممكن حد يكون بيذاكر، ممكن حد يكون تعبان، ممكن يكون كده مش عارفين الناس في ايه في بيوتها، ما نعرفش ظروفهم ايه. فاحنا بنتكلم دلوقتي، انا دلوقتي اللي قدامي كده كده هيمشي، لان هو نازل من بيته عشان رايح مشوار او رايح شغل او رايح مصلحة، فكده كده هيمشي. انا مش مستاهله ان انا، وبعدين لو حد وقف قدامي، طب ما انا اهدي زي ما انا شفت بره، اهديله وبعد كده اعديه. وبدل ما اقعد اضرب كلاكس واللي غيري يضرب كلاكس، لا انا خلي عندي يعني مثلا شويه ادب، ان انا احترم اللي ماشي على رجله دوت واعديه، وبعد كده مش لازم ان انا اضرب ما كلاكس ده. حدش قال يا جماعه ان هو ما يعدهوش، بس الكلاكس اسلوب حياه، انا مش عارفه ليه هو معترض عليه. مفيش حاجه اسمها تلوث، الكلاكس ده يا جماعه اسلوب حياه. والله يا جماعه احنا اختلفنا في الموضوع دوت، وهناخد رأي الناس معانا. يا ريت لو حد يشاركنا في الموضوع يكتب لنا في التعليقات هل كلامي صح ولا كلامها. انا وعايزين نعرف تشاركونا ونعرف مين اللي المفروض يعني ايه يعدل افكاره، انا ولا هي. وشكرا ليكم على الفيديو دوت ويا ريت تقول لنا فوائد الكلاكس، يعني ايه اضراره وايه فوائده. وكمان له فوائد. اه طبعا. خلاص على العموم شكرا ليكم ويا ريت تشاركونا في التعليقات.